كانت رشاد دقت ديالا قالت لي شو فيك يندا انه هيك صار. والبطل انه بده يجيب ممثله تانية. قلت لها كيف مين الممثله؟ قالت لي ما بتعرف تمثل. قلت لها مين؟ قال اعلاميه. قلت لها ايه وشو بده يعمل؟ قال هو بيعلمها. قلت لها تمام. قلت لها وانتم شو وجهه نظركم من الموضوع؟ قلت لها دق له لسامر. اعلاميه منا ممثله؟ لا ما انا ممثله. قلت لها دق له لسامر يعني بدكم انا اجتمع معه؟ قالت لي لا ما في داعي تجتمعي معه لانه هو ما رح يعني ما رح يقول لك انه انا ما بدي اياكي، رح يقول لك انت حبيبه قلبي. قلت لها يعني شو اعمل؟ قال استني علي يومين نحن رح نحلها. رشا رح تنزل من طرطوس وتحل الموضوع. قلت لها تمام رح استنى يومين. انا ما قدرت استنى غير ساعه. دقيت لرشا وقلت لها انا العمل موفقين فيه وانا ما عاد بدي اكمل بالتصوير، بتمنى انه يصير تعويض. فانا طلبت تعويض. قالت لي رشا تكرم عينك انا رح حاكي المنتجه ورح ترتب انه تاخذي تعويض. طلبت مبلغ معين، سكرنا التليفون. ثاني يوم بدي لي ديالا بتقلي انا مو ذنبي ادفع تعويض. لا لا بلا ذنبك. قال انا بحبك. انا قلت ما تقولي لي بحبك. كلمه بحبك كلمه سوبر يعني كثير سخيفه لما تكوني انت مانك صاحبه مبدا وما عندك رده فعل انه شو عم تعملوا هلا. طيب هذا شو اسمه هلا؟ هذا مو اسمه قطع الارزاق. يعني اليوم بيقول لك قطع الارزاق، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. ما بقى شبعتوا لهم 14 سنه.